عن فنان شاب. هذا الفنان اللي هو طبعا محمود رضوان اصغر نحات صلصال في مصر. خلينا نروح نتابع ونرجع مره ثانيه. أنا اسمي محمود رضوان، فنان تشكيلي بنحت بالصلصال بس صلصال حريري او صلصال العادي. عندي 25 سنه. الموضوع جه ان انا ببدا من وانا صغير بلعب بصلصال عادي جدا زي اي طفل. بعد كده الموضوع اتطور بقى لما بدا دكتور يعقوب الشروني شافني كنت بلعب بصلصال في مكتبه. بعد كده بدا الموضوع يتطور وبدات ان انا اكبر مع الصلصال. رحت كليه فنون جميله بس ما درستش، كنت بتعرف على الدكاتره هناك واشارك معاهم في المعارض. واحدة واحدة بدأت إن أنا أدرس شوية في الفن التشريحي بالنسبة للصلصال، ولقيت إن الصلصال من أكتر الخامات اللي ممكن أقدر أطلع فيها الشغل اللي أنا محتاجه، بعيدا عن الطينة أو الجبس أو الخزف أو الرخام والحاجات التانية في النحت. بنشتغل في أكتر من حاجة. في عندنا منهج إحنا مسجلينه في مصر، أول منهج تقريبا لتعليم الصلصال في مصر بالنسبة للأطفال من سن 2.5 لسن 15 سنة. عملنا كذا برنامج في التلفزيون بنعلم فيه الأطفال بالشكل ده. عملنا كمان معارض بالصلصال تعليق بالاطفال عشان خاطر ان احنا نعرف اكتر الناس بان خامه الصلصال ممكن تعمل بيها معارض. احنا تقريبا كنا اول معرض صلصال في العالم كله يتعمل. حضروا ناس كتير جدا من مصر ومن بره مصر كتير قوي. الشخصيات المشهوره اللي احنا اشتغلنا بيها ممكن يكون نيلسون مانديلا، لان ده راح جنوب افريقيا وعمل شغل كبير جدا هناك. عملنا الكبير قوي برضو عمل شغل جامد جدا. اوباما طبعا، ان كذا قناه بره مصر جت صورت مخصوص بسبب ان احنا عملنا تمثال اوباما. بصراحه انا الحلم بتاعي انا ماشي فيه حاليا. احنا عملناه قبل كده بس بنحاول نعمله اكتر، ان احنا يبقى عندنا برنامج مخصوص بينا في التلفزيون بيتشاف كويس نقدر نعلم فيه الاطفال والكبار. لان احنا عندنا قسم للاطفال اللي هو الصلصال العادي، وعندنا الصلصال الحراري بتاع الاطفال الناس الكبيره. ده اول جزء احنا بنفكر فيه. الجزء الثاني ان احنا نطور اكتر في الانيميشن، لان الانيميشن في مصر ما بقاش، او المفروض ان هو يتطور بشكل معين بس هو ما بيتطورش. التطور ده هو توقف تقريبا عن انتاجه وعن تواجده في السينما، او مش موجود في السينما اصلا يعني. فطبعا ده حلم من احلامي ان احنا يبقى عندنا الانتاج السينمائي بالنسبه للانيميشن في مصر.